السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما العاده وصفه جديده ان شاء الله تنال على اعجابكم. هنا عندنا باذنجان محشيه باللحم مرحي، وقدامها تجي هاد صلصه طماطم، ونقدموها مع الرز وطبعا مع سلطه حتى يكون طبق كامل متكامل. ونروح الان مباشره نبدا بسم الله مع المقادير. هنا عندنا باذنجان مغسوله ممسوحه مليح من الماء، نشقها شويه في الوسط، ندير لها الملح وندخلها في الفرن تتشوى حتى تدبال تماما. عندنا هنايا بابريكا، عندنا البصل، عندنا طوماطيش، عندنا الزيت، لحم مرحي، طوماطيش تانية، وهنا البهارات اللي هي فلفل الكحل والملح العكري الكمون وشويه تاع الزعتر. راح نكتب لكم كامل المقادير في صندوق الوصف هكذا باش ما تتخلطوش، لاني عارفه اني هدرت لهنا راح تكلمت بسرعه. هنا في طنجره نحطوا 2 ملاعق كبار تاع الزيت، وهذه الزيت هي عباره عن خليط بين زيت الزيتون والزيت العاديه. بعد ما تدفى شويه الزيت نحط عليها البصل، هذه حبه بصل كبيره نحطها نقليها بشويه. كي تبدا تتقلى نسكرفج هذوك 2 سنينات تاع الثوم. هنا نضيف اللحم المرحي ديالنا نخلطه شويه، ومن بعد نضيف عليه البابريكا اللي كنا قطعناها قطع صغيره. بالنسبه للبابريكا البنات اللي ما عندهاش مثلا الوان، ماشي متوفر عندها الفلفل الحلو الوان، تقدر تضيف يعني تعمل لون واحد، ولا مثلا اي لون عندك في البيت تقدري تقطعي قطع صغيره وتضيفيه. نخلط هنا الكل مع بعض. الخطوه تاع ضفت الطماطم قطع صغيره للاسف ما صورتليش الكاميرا. نخلط هذا الخليط مليح مع بعض ونخليه يتقلى. هنا شوفوا كيفاش يتقال، وما تضيفولوش ابدا الماء هنا فقط. وما ننساش طبعا لي زيبيس تاني، كنت ضفت الطماطم مع البهارات كامل، وطبعا ما كانتش صور الكاميرا. هذه خطوه سهله يعني. من بعد نحطها في طبق ونحطو بجهه. هنا عندنا في إناء نحط نصف لتر تاع الماء، نخلط معاه 2 ملاعق كبار تاع طماطم مصبره، وملعقه تاع الهريسه اللي عنده حاره ولا حلوه. انا هنايا درت الهريسه بصح حاره. نضفت عليها فلفل الكحل والملح، شويه كمون، و2 ملاعق تاع الزيت، ونخليها تغلي حوالي 4 ساعه حتى يتقال المرق. هنايا بالنسبه للباذنجان ديالنا نجي هنا نعمرها كامل بهذاك الحشو اللي وجدته بهذه الطريقه. حاولوا تضغطوا شويه بما انها طريه راح الحشو يدخل في جميع الجوانب. هنا بعد ما نكملوا كامل الحشو ديالنا نضيفوا القطع تاع طماطم هذه شرائح مع الفلفل اللي كنا حطيناه هنا. هذا فقط للتزيين، هذا حاجه اضافيه صغيره فقط للتزيين. تقدري ديري الفلفل حار ولا حلو، هنا شويه حار هذا. نرجع للطماطم تاعنا اللي كان طابت لاصوص، هذيك طابت. نجي نفرغها غير بجيه، نحكم نشد الجوايه تاع السنيوه ديالنا ونفرغها في الجوانب. نحاول اني ما نقيسش طبقه اللي الفوق. هنا طبعا بما انه كل شيء طايب ندخلها فقط الفرن حوالي 20 دقيقه باش تشد روحها، وفي نفس الوقت هذيك طوماطيش اللي الفوق مع الفلفل يطيب شويه. هذا مكان ونخرجها مع الفرن. وهنا كيما راكم تشوفوا نحاول نحركهم شويه باش تدخل لاصوص يعني بين الحبات تاع الباذنجان. بعد ما ندخلها الفرن كما قلت لكم طيب عقلها، ومن بعد نروحوا نحضروا الرز اللي كنت حضرته في فيديوهات تانية، ولكن راح نزيد نحضره معكم في هذه الوصفه هذه. هنا في طنجره ضفت نفس الشيء 2 ملاعق تاع الاكل تاع الزيت.
حوالي هكذا 2 ملاعق. نضيف عليهم هنا متعوده انا ندير الشعريه ولا الفداوش ولا كل واحد كيفاش يسميها. انا هنا راح ندير لسان الطير ولا لسان العصفور ولا لسان الزاوش، كل واحد كيما نقولوا كيفاش يسميها. المهم هنايا نحاول نقليه مليح حتى يولي لونه ذهبي. ومن بعد نضيف عليه الكميه تاع الروز اللي كنت غسلته مليح وقطرته، وراح نديرو كيما العاده كل 2 كيسان تاع الروز بكاس ونص تاع الماء. هنا عندي 2 كيسان تاع الروز، نضيف عليها 3 كيسان تاع الماء. في الاول قبل ما نضيف الماء نحاول الروز كي نضيفه ونخلطه مع هذا لسان العصفور، نخلطهم حوالي دقيقه مع بعض يتقلل كل هذا، يعني يدخل في الطعم تاع هذا، ومن بعد نضيف الماء. نجي نضيف ملعقه صغيره معمره بالملح. نخلط هنا. بالنسبه للماء يكون طالع حوالي سنتيم ونصف الى 2 سنتيم فوق الروز ديالنا، هكذا باش نتاكدوا باللي الروز طاب مليح. نغطيها هنايا الغطيوه تاعي فيها داير عليها سيليكون، ولهذا ما غطيتهاش مثلا بورق الزبده ولا ما درت لها حتى حاجه فوق النجره، ديريكت حطيت الغطيوه. هنا كيما راكم تشوفوا طاب على نار قليله. ومن بعد نروحوا نشوفوا مع بعض طريقه التقديم كيفاش حطيناه في صحن التقديم. وطبعا البنات نقدموا معاه سلطه خضراء ولا اي نوع تاع سلطه اللي تحبوها باش يكون عندنا طبق كامل. هذه هي الطريقه البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتكتبوا لي. ما تنسوش تابونيو في لاشين، وما تنسوش انكم تكتبوا تعليق اللي جربتها. نشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامه وفي امان الله.